السلام عليكم، معاكم احمد جمال. عاملين ايه؟ النهارده الفيديو مختلف عن كل الفيديوهات اللي عاملاها قبل كده. الفيديو ده هيهم كل شخص نفسه يخش كلية علوم اعاقة، او حتى هو في الكلية، او حتى هو خريج كلية اخرى ونفسه يعمل فيها دراسات عليا. هنتكلم النهارده عن تجارب عملية واراء الطلاب اللي دخلوا الكلية فعليا وموجودين دلوقتي حاليا، سواء بقى السلبيات او الايجاب او خلافه. يلا بينا نبدأ الحلقة. عاملين ايه؟ طبعا كلكم او معظمكم قاعدين في البيت، خاصة فئة الاخصائيين او فئة الناس الطلبة، فمعظمكم قاعدين في البيت، فحبيت اجيب لكم حاجة مختلفة المرة دي. كلية علوم الإعاقة أو كلية علوم ذوي الإعاقة أو كلية ذوي الاحتياجات الخاصة، أيا كان مسماها اللي الطلبة بتقوله أو وزارة التعليم العالي بتقوله، أيا كان. الكلية ديت يعتبر حديثة العهد، أي موجودة ما بقالهاش ما بقالهاش تقريبا 10 سنين، أقل من 10 سنين بكتير، 5-6 سنين. الكلية موجودة في مكانين في مصر، موجودة في جامعة الزقازيق وجامعة بني سويف. الفيديو عبارة عن تجارب شخصية وتجارب، وكل طالب أو كل شخص دخل الكلية، أو بعض من، مش الكل طبعا. أنا يعني عملت كده سؤال أو مجموعة من الأسئلة، ومن خلال الأسئلة دي هنعرف بعض التجارب اللي من خلالها هتقدر تقيم الكلية، أو من خلالها هتفيدك أنت شخصيا لو حابب تخش الكلية، أو لو أنت حابب تعمل فيها دراسات عليا. فنركز مع بعض، وسامحوني لو الفيديو طال شوية، بس إن شاء الله هحاول بأقصى درجة إن هو ما يطولش. جهزت شوية أسئلة كده معينة وبدأت أبعتها للناس اللي في كلية علوم الإعاقة اللي أنا أعرفهم، ونزلت كمان الأسئلة على الصفحة عندي على الفيسبوك عشان أسأل بعض الناس الأسئلة ديت، عشان أعرف توجهاتهم، أو أعرف كمان رأيهم أو وجهة نظرهم في الكلية. وكانت الأسئلة كانت كالتالي بالظبط: إيه رأيك في الدراسة في الكلية بشكل عام؟ وهل بتستفيد من الكلية أو من الدراسة بشكل عام أو لأ؟ هل دخلت الكلية باختيارك، ولا سمعت عنها، ولا عشان مجموعك اللي اضطرك تخش ليها؟ ايه طيب من وجهة نظرك الايجابيات والسلبيات في الكلية؟ السؤال عن الايجابيات والسلبيات. هل الدراسة او الكلية محتاجة حاجة هي مش موجودة فيها فعليا وحابب انها تكون موجودة؟ طيب ايه رأيك في اقسام الكلية، ومن وجهة نظرك ايه احسن قسم في الكلية وتنصح الناس تخشه؟ بشكل عام، هل تنصح اي طالب لسه راح يخش الكلية يخشها او لا؟ او تنصح خريج يعمل فيها دراسات عليا ام لا؟ دي كانت بعض، او دي الاسئلة اللي انا عملتها عشان تتسأل، ونعرف مع بعض الاجابات تباعا. وهنقول كل شخص الاجابات متفاوته وغريبه عن بعضها، يعني في ناس يعني ايجابيه، وفي ناس مش حابه، وفي ناس حابه، وفي ناس عندها سلبيات وعندها ايجابيات. احنا يعني هننقل الصوره كما هي، وهنقول التعليقات اللي جات لنا زي ما هي، وحضرتك اللي هتختار. يعني انا في الاخر ممكن اقول رايي، ولك حريه الاختيار، اما ان تقبل بيه او ترفضه تماما. اول حد بعت لي، او مش اول حد ولكن اول حد انا كتبت تعليقه، استاذ محمد ابراهيم، ده في سنه ثالثه او في الفرقه الثالثه في كليه علوم ذوي الاعاقه. بيقول ايه بقى؟ كانت اجابته كالتالي: بيقول محمد ان الدراسه شيقه جدا، ولكن لازم تركز الاول من اول مشوار. يعني لازم تركز وانت داخل الكليه من اول حاجه، من اول سنه اولى. ويقول كمان: انا دخلت الكليه سمعت عنها عن طريق مدرس كنت في الثانويه العامه، سمعته بيتكلم عنها. كمان قال بالنسبة للإجابات إن المقررات حلوة والنظري كويس جدا بستفيد منه، ولكن الجانب العملي غير موجود بالكلية بشكل كافي، فبنطلع نتدرب في مراكز خاصة أو مراكز خارج الكلية. كمان بيقولوا إن قسم التوحد وقسم الإعاقة العقلية من وجهة نظره إن هم أحسن قسمين في الكلية في برنامج قسم الإعاقة العقلية، وقسم التوحد في برنامج الأخصائي يعتبر أحسن قسمين من وجهة نظره هو. كمان الحاجات من الحاجات السلبيه، او من الحاجات اللي نفسه تبقى موجوده او ما كانتش موجوده ونفسه تبقى موجوده، هي الجانب العملي في الكليه. يتمنى ان هم يهتموا بالجانب العملي اكثر شويه. طيب كمان تعليق الاستاذه سهيله احمد قالت ايه بقى، او قالت لي، او بعتت لي قالت لي ايه؟ بتقول: انا لما دخلت الكليه كنت ادبي، وما كنتش حابه، وكنت بدور على مجال مختلف اصلا. ده الكلام ده في الثانويه العامه، كانت بدور على مجال مختلف تخشه، خاصه انها كانت ادبي ومش حابه الادبي، عشان احقق هدف كويس في حياتي. فعرفت مجال التخاطب، وما كنتش عارفه اخش في المجال ده عن طريق كليه ايه، لحد بالصدفه من حد قريبها قالت او جابت لها نتيجتها ورشحت لها الكليه دي.
وبعد محايلات ومفاوضات مع اهلها وافقت ودخلت هي الكليه. بتقول كمان ان اغلب الدكاتره كويسين في الدراسه، بس بتقول مفيش اماكن واحيانا بنقعد على الارض، وبالتالي بيأثر علينا وعلى راحتنا وبيكون مش مرتاحين، ودي من بعض السلبيات. كمان ان بتقول ان في برنامج الاخصائي، ان هي في برنامج اخصائي وهي مرتاحه فيه كويس جدا، كويس قوي. وكمان بتنصح الناس انها تخشها عشان هي حبتها وفرحانه جدا فيها. بس في ناس كمان جوه الكليه مش حابه المجال ومش حابه تخشه اصلا. الاستاذه الشيماء عادل قالت ايه بقى؟ قالت بتقول انها سمعت عن الكليه ودخلتها من مجموع عالي 92%، والكلام ده كان من 4 سنين، وكانت الكليه وقتها بتاخد اقل من كده، فبالتالي هي داخلها بمحض ارادتها. كمان الاجابات على الاقل بقى في صوره محدده للمجال في مصر، وبسهوله نبحث عنه في مكان تاني. الامتحانات بتعتمد على التلقين والحفظ، ودي شايفاها انها من السلبيات بتاعتها. وكمان الاستفاده من الكليه مش اللي هي خالص في الجزء العملي تحديدا. والدكاتره في المجمل كويسين، وفي اللي بيشتغل نظري، وفي اللي بيقول كل خبرته او مش بيبخل بحاجه. وشايف ان احسن قسم هو قسم التوحد، بس لو في مكان تاني، عشان الدكاتره بتتعامل نظري جدا ومش بتتعامل بشكل عملي، شغالين تلقين يعني. وطبعا دخلتها عشان حابه المجال والدراسه، واحنا كنا اول دفعه وكنا زي فران التجارب في الكليه بالنسبه للمدرسين او الدكاتره. اما استاذه ريم قالت ايه بقى؟ قالت انها من سلبيات الكليه انها مش عملي خالص، والايجابيات انها بتهتم بالفئه دي اللي هي قصدها الفئات الخاصه او ذوي الاحتياجات الخاصه. وطبعا لو شخص صبور تنصحه يخشها، غير كده محدش يخشها. الاستاذه ميادة اشرف قالت شويه حاجات كده. قالت دخلتها عشان مجموعه دخلتها الكليه دي. الكليه حلوه جدا وحابه الدراسه عشان مجال مميز، بس الدراسه مش سهله قوي، بس في المجمل حلوه. الاقسام كلها حلوه، وده مسبب لنا حيره احنا شخصيا في اختيار القسم. بعد كده محتاجين ان هم يقدروا يوفروا لنا حالات للإعاقات عشان نقدر نتعامل ونشتغل معاهم بشكل أكثر عملي. تمام. طبعا بنستفاد كتير في الكلية بجانب الخبرات الإنسانية اللي احنا بنتعلمها، وكمان بنتعلم ان احنا نكون أشخاص لينين وعندنا رحمة، زائد أجر الكبير اللي المفروض بناخده مقابل الخدمة اللي احنا بنقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة. أنا مش شايف سلبيات قوي، بس السلبية الكبيرة هي عدم تأهيلنا بشكل كافي عملي. لازم مجهود ذاتي انك تعمله خارج الكلية. انصح طبعا اللي حابب يخشها يدخلها طبعا، لانها مجال مميز جدا، وكمان الحالات زادت جدا الفترة الاخيرة، فبالتالي سوق العمل اكثر مفتوح يعني. استاذة ريهام طارق قالت كنت بسمع عنها وعرفت ان مجالها حلو، بس قلت مش هدخلها وجيت في التنسيق. سبحان الله. قالت كده الدراسة حلوة والحياة حلوة والكلية حلوة وجميلة خالص. يعني حلو الإيجابية دي. وأكيد كل واحد شايف إنه في قسم مميز بالنسبة له، بس أنا شايفة إن كل الأقسام واحد، بس كل قسم مميز في حاجة. الإيجابيات إن المجال مختلف، وإن إحنا بنتعامل مع الفئة دي. هتبقى حاجة مبهجة جدا لما نشوف نظرة الأم وهي مبسوطة. وأكيد أنصحكم تخشوها عشان الفئة دي بقت كتير جدا، بس لازم يكون عندك صبر. أستاذة رنا موسى قالت دخلتها عشان بابا سمع عنها وحابب اني اشتغل في المجال ده. كويس جدا. الكلية حلوة بس بعيدة شوية، بس بستفاد. كل الاقسام شايفاها حلوة، ولكن شايفة ان التخاطب احسنهم. 4 مفيش كافيتيريا. قلبي عندك، حاسس بيكي. اتمنى يعني تعمل كافيتيريا في المكان ده، او في الكلية اللي فيها تقريبا بني سويف. انا عارف انا الاحساس ده مجربه قبل كده. كمان قالت ان من السلبيات ان الكليه بعيده عليها شويه، عشان هي في 6 اكتوبر واللي هي في بني سويف الكليه، فبالتالي المسافه بعيده وبتبقى مرهقه طبعا، وهي رايحه وهي جايه، وبكسل اروح كليه اعلام، فبالتالي هي دخلتها زي ما قالت كده. الدراسه حلوه، بس بصراحه الدكاتره مش خبره قوي في المجال، وطبعا هتخلي كل واحد يبدع في مجاله في التخصصات اللي هي جوه الكليه.
وهي في حد ذاتها كده كويس وهدفها كويس. السلبيات: الدراسة مش عميقة قوي، وكل خبرتي كنت باخدها من بره من كتب وخلافه، بس بشكر ربنا ان دخلتها عشان عندي كمية راحة اني بشوف فرحة الام وان الطفل يتقدم ويتحسن قدامي. السلبيات في المجال نفسه ان في اخصائيين واخدينها تجارة ومفيش رحمة بالاهل صراحة، يعني قالت كده. استاذة هاجر اسامة بتقول ان مجالها كويس جدا، كلية عظيمة، طرق التدريس محتاجة تتطور شوية، محتاجين نتعامل مع الحالات اكتر. اظن الموضوع وضح اكتر بالنسبة للناس اللي بتتفرج، يعني بعض السلبيات. اما الاستاذة دعاء وحيد فهي في الدراسات عليا، بتعمل دراسات عليا في الكلية، وقالت دخلتها برغبتي طبعا، وسمعت عنها وكنت حباها جدا. خلي بالكم من كنت وما زلت، ولكن مع الاسف الدراسة مش سهلة خالص، كمان التركيز على النظري اكتر من العمل. التدريب والخبرة منعدمة او تكاد تكون منعدمة داخل الكلية. ممكن تكون الكورسات اللي بتقدمها الكلية تكون افيد او اكثر عملية للي ما عندوش خبرة في المجال. طبعا انا بشكر كل شخص او كل حد بعت لي سواء على صفحة الفيسبوك او على الواتساب وقال لي رأيه اللي انا بحترمه جدا، وشكرا جدا لاهتمامكم باللي انا قلته. وبعتذر طبعا جدا 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 للناس اللي بعتت وما قلتش، لان الفيديو طال جدا فما كنتش حابب يبقى طويل عشان الناس اللي بتتفرج ما تزهقش. طيب بعد اللي فات ده كله تسمحوا لي بقى اقول لكم رأيي الشخصي اللي انا شايفه، او بعض التوصيات اللي انا استشفتها من ارائكم انتم، وحابب اقولها يمكن توصل لحد، يمكن حد منكم انتم بعد كده في المستقبل يبقى شغال في الكلية دكتور او استاذ او حتى معيد او حتى بعد كده عميد، ويقدر يغير ده. نقول بعض التوصيات اللي انا شفتها. اول حاجة التدريب العملي يكون من سنة اولى، يعني بداية سنة اولى حضرتك تخش الكلية يبقى لك قسم مخصص للتدريب، وتبدأ تتوزع في مكان معين تتدرب فيه حسب امكانيات الكلية. في اقتراح تاني هقوله، ولو الاقتراح التاني ده ما قدرتش الكلية تعمله، فالاقتراح الاول بسهولة جدا زي ما كليات تانية بتعملها، انك تتعاقد او تعمل بروتوكول تعاون مع مراكز متخصصة كبيرة بره. البروتوكول التعاوني ده بيبقى عبارة عن ان الكلية بتتعاقد او بتعمل بروتوكول مع مركز خارج الكلية، وبتبعت طلبتها في مجاميع حسب المكان الجغرافي. يعني مثلا وليكن حضرتك مثلا من الزقازيق، فهتبعت مثلا كل ما هي طلبة الزقازيق هيروحوا مع دكتور او معيد في مكان مركز معين في الزقازيق. طيب في مثلا وليكن 100 طالب من القاهرة، ايه اللي يجيبهم هنا؟ هيبقى في معيد اكيد من القاهرة عادة يعني، او حتى لو في مفيش معيد ممكن يودوهم تدريب في القاهرة يومين او يوم في الاسبوع، زي ما في كليات كتير بتعمل كده. طيب الاقتراح التاني او التوصية التانية انا بقولها انشاء مركز متخصص داخل الكلية، يكون باسم الكلية، مركز متخصص في تأهيل وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف الدكاترة المدرسين، وتحت إشراف أطباء، وتحت إشراف كل العاملين في المجال في الكلية. يبقى أنت بتضرب عصفورين بحجر واحد بالمركز اللي أنت بتنشئه ده. أولا بتخدم أهالي المنطقة اللي أنت فيها، المحافظة اللي انت فيها، عشان في متخصصين متجمعين في مكان واحد بتخدمه، لان انت هتشتغل اقل من اي مكان بره. ثانيا ممكن تشتغل باجر رمزي خالص بتذاكر زيك زي المستشفيات الجامعية. كمان ممكن تعمل ايه؟ تعمل التدريب بتاعك داخل مكان، لان انت عندك مكان وعندك حالات بتجيلك لحد عندك، فبالتالي هتطلع التدريب بتاعك للطلبة على الحالات بشكل عملي. فانت اشتغلت اولا خدمة لاهالي المحافظة، وبتخدم طلبتك او الطلبة بتاعتك اللي انت بتأهلهم عملي على الحالات اللي موجودة فعليا، عشان لما يطلعوا لسوق العمل يبقوا مبسوطين وشايفين اللي خدوه في الكلية بره. كمان بطلب او بوصي او بقول المتابعة والاستمرار في تطوير المناهج اللي الطلبة بتاخدها، وتكون اكثر التصاقا بسوق العمل. يعني ما يكونش الكلام نظري بحت
اتمنى الكلام يبقى متسق بسوق العمل حاليا وبالحالات اللي موجودة فعليا في مصر. انا ما بقولش انك ما تتكلمش نظري، ولكن دخل كمان العملي ودخل كمان المناهج العملية قوي في الكلية. في حد كان بيتكلم عن الاماكن مش مجهزة، اتمنى يعني الاماكن تكون مجهزة اكتر. وفي حد كان بيقول لي مفيش كافيتيريا عشان الاكل، يعني اكيد دي هتتعمل، ما حدش هيسكت على الكافيتيريا دي. الاماكن تبقى مجهزة. واعتقد ان السبب ان الكليتين لسه منشؤين جداد والبنية بتاعتهم يعني معرفش بقى ما اكتملتش ولا ما اتسلمتش كويس، ولا هم كانوا كليتين قدام واتجددوا واتعملوا باسماء مختلفة، الله اعلم. ولكن اتمنى ان الاهتمام بالبنية التحتية خدمة للطلاب، وخاصة ان الكليتين موجودين في محافظتين فقط، فبالتالي يكون عليهم ضغط ويكون ناس جاية من محافظات فبالتالي عايزة تقعد. مش معقول يكون حد جاي من القاهرة رايح الزقازيق او جاي من القاهرة رايح بني سويف وفي الاخر يدخل المحاضرة ما يلاقيش مكان يقعد فيه. كمان مقترح الكلية موجودة في مكانين في مصر، قلنا في بني سويف وقلنا في الزقازيق. اتمنى كل جامعات مصر تنهج نهج الجامعتين دول ويعملوا الكلية في كلياتهم خدمة للطلبة وخدمة للأهالي أو أولياء الأمور، عشان نطلع حتى جيل أو نشء سوي، أو حتى أخصائيين مؤهلين لسوق العمل لمصر. احنا مش أقل من دول كتير يعني، والفرصة جات لنا في إيدينا يعني. طبعا لو عندكم اي اقتراحات او اي حاجه زياده انا ما قلتهاش اتمنى تقولها لي في كومنت، وطبعا هتعملوا الحاجات اللي انا بقولها كل مره والناس كلها بتقولها اللي هي كومنت وشير والحاجات الهبله دي ولايك وبتاع. بس الاهم حاجه عندي انكم تستفادوا من الفيديو، وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان الفيديوهات اللي جايه بقى ننزلها تباعا كده، واتمنى تكونوا مبسوطين معانا في القناه. كان معاكم احمد جمال، سلام.